شايفين يا بنات؟ هتسمعوا دلوقتي الصوت ده. وصفة تحفة جدا، ناجتس الغلابة او ناجتس الدهون فراخ ببتنجانة واحدة بس. هنعمل احلى ناجتس في الدنيا. بص اللون ده من البابريكا المدخنة، انا كترتها بس عشان احنا بنحب الحاجة المدخنة دي. بقى يا حبايبي المقادير بتاعتي: بابريكا، توم بودرة، بصل بودرة، بهارات فراخ، ومعلقة صغيرة من بودرة الماجي، بودرة فورية، البودرة الفورية، وملح وفلفل اسمر، ومعايا بطاطساية مهروسة. دي طبعا دي البتنجانية اللي انا شويتها وقلت اقشرها كده معاكم واوريها لكم. قشرتها. احلى وصفة عشان انا في البيت محدش من العيال بيحب البتنجان خالص، فقلت اعملها لهم وصفة سريعة وسهلة وجميلة جدا. واقول لك على تكات ان الناجتس بتاعك ما يفكش، والتغليفة ما تفكش منك في الزيت. اول ما نبدأ بقى الفيديو كده نسمي الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دلوقتي بصي يا حبيبه في تكه بقى عشان البتنجان ما يفكش منك وانت بتعملي الناجتس. هتحطيها في مصفى وبتهرسيها بالهرسه جامد جدا علشان الميه اللي تحت، عشان دلوقتي اللي جبت البتنجانية قلت اهرسها معاكم عشان تنزل ميتها، عشان لو فيها ميه هتفك منك ومش هتلم معاكي وانت بتشكلي الناجتس. فلازم تصفيها كده جامد خالص من الميه بتاعتها، وتحطي طبق من تحت وانت بتصفيها علشان بصي شوفوا كميه الميه اللي نازله دي انا مش عايزاها خالص. هفضل اصفي فيها كده خالص لحد ما الاقيها ما فيهاش نقطه سوائل خالص. زي ما انتم شايفين احلى وصفة هتاكلوها والله، تحفة 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 جدا جدا جدا. ووصفة التوفير بصراحة يعني. شوفوا زي ما انتوا شايفين انا بعد ما صفيتها بصوا مبقاش فيها نقطة مية ازاي. كده انا مش هحتاج اهي بوريلكم. كده انا مش هحتاج في الكبة بتاعتي بقى. هحط البتنجان، هحط البتنجان بتاعي، وهحط البطاطس المسلوقة عشان برضو تدينا قوام الربط. زي ما انتوا شايفين. بس انا لما كترت مني ان انا بابريكا، دي بابريكا مدخنه، فالبابريكا المدخنه اديتها لون احمر من جوه، بس بصراحه كانت تحفه جدا، طعمها تحفه جدا جدا. هنحط شويه بقسماط كده علشان تربط معايا وقوامها هيبقى ماسك. هي طبعا احتاجت مني بقسماط اكتر من كده علشان كانت سايله جدا. وزي ما انتوا شايفين اهو بضرب فيها اهو، وهي هتحتاج مني فعلا بقسماط تاني عشان امسك طريقه العجينه بتلزق في ايدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو عجبكم هنا يا حبايبي الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك، وتكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر وصفه انتوا حابين نعملها تاني. نعمل البوفتيك من غير لحمه، نعمل اي حاجه تانية متوفره يعني في التوفير. فبصوا هي احتاجت مني بقسماط تاني عشان هي العجينه كانت بتلزق. وكل شويه اضربها احس انها تحتاج تاني مني. بضربها برضو تحتاج مني تاني اهو. هي بتلم معايا وبتحتاج مني تاني. مرضتش احط البهارات غير لما الاقي قوامها. انا جبت بقى في طبق كبير كده زي ما انتم شايفين. هي برضو احتاجت مني برضو بقسماط تاني علشان برضو هي كانت محتاجه بقسماط عشان كانت بتلزق زي ما انتم شايفين. انا عماله اعجن فيها، حتى بعجن فيها بايدي برضو بتلزق زي ما انتم شايفين. وبعد ما عرفت تبص انا حطيت البهارات وقعدت اعجن فيها. بس هي البابريكا عشان هي مدخنه جامد بص هتبدا تحط اللون بتاعها، بص تغير اللون بتاعها هتبدا حطيت البهارات وقعدت اعجن 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 بس والله العظيم والله انا ابني ما يحبش البتنجان، قاعد ياكل منها. وبكره عشان اول يوم مدرسه فاخدتها معاه كده سناكس يعني ياخدها معاه. لا بصراحه عجبت البيت كله بصراحه. خلصت يعني بتنجانيه واحده عملت معايا بتاع 22 23 واحده حاجه زي كده. بصي بعد ما شكلتها هي احمرت شويه وماسكه نفسها ازاي، ما تاخدوش بالكم دي بنتي. فاهو بشكلها زي ما انتم شايفين كده اهو. التشكيله بقى اللي انتوا عاجبينها يعني تعملوا. انا بص بعرفش اشكلها فعملت كده تشكيله قريبه للناجتس يعني اللي احنا بنجيبها اهو.
قريبه للناجتس اللي احنا بنجيبها يعني. هشكل معاكم واحده كمان، وايه، وهكمل لكم الفيديو. هتشوفوا الكميه اللي انا عملتها. انت بقى عايزه تعملي اكتر من كده، بس انت لو عايزه تجربي جربي، بس عشان احنا عملتها قبل كده بصراحه وعجبت العيال، فهم طلبوها مني. تعملها جنب مكرونه، بطاطس محمره، سلطه، طحينه بالعيش. بصي يعني توفير التوفير والله، توفير التوفير يعني. واي بهارات عندك، مش لازم يعني تعتمد البهارات دي، مش لازم تعتمد البهارات دي اهي. بعد ما شكلتها زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، هحطها في الفريزر 10 دقايق كده. انا حطيتها بصراحه 10 دقايق. وهنا جبت الدقيق عليه نشا، عليه شويه ملح وفلفل اسمر. وهنا البيضه، بصراحه ما كانش عندي لبن احط البيض باللبن، انا حطيت البيض عليه ملح وفلفل اسمر وشويه ميه. وهنا همسك الدقيق بالنشا احطه، بس ايه، بص هشيل الدقيق خالص، يعني ايه، اعفر الدقيق خالص كده علشان ايه، ما يبقاش معجن، ما يبقاش معجن. وهنا هكبس جامد علشان بصوا شايفين. والكريسبي لو لقيتيه خش تضربيه ضربه في الكبه. هعمل بص معاكم برضو اهو، اهو زي ما انتوا شايفين كده. عملت واحده اهو، هعمل دي كده كمان اهي زي ما انتوا شايفين كده. وهحطها في الكريسبي، هحطها في البيض هحطها في البيض، وبعد كده هحطها في الكريسبي علشان تمسكوا. بعد ما تعملي الوصفه دي تحطيها برضو كمان في الفريزر. انا برضو حطيتها بتاع 10 دقايق كمان في الفريزر. انت بقى عايزه تحطيها كتير زي ما انت عايزه، عشان انا ايه قلت اصورها واوريها لكم يعني. انا حطيتها في الفريزر، وهي اصلا ما فكتش عشان انا حطاها ما فكتش مني. دي دلوقتي بصوا بعد ما عملت الكميه، والله كمان مش دي كل الكميه، كان في كمان شويه بس انا سبتهم في الفريزر عشان دول ايه اللي هناكل بيهم يعني. فدول اللي انا عملتهم دول اهو. دي انا حطاها على النار، وتحطي بصي توطي النار خالص، بصي توطي النار خالص عليها لحد زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. هتعلوا النار في الاول، وبعد كده هتوطوها خالص علشان ما تحمرش من بره وتتحرق معاك وتبقى ايه، نية من جوه. دلوقتي بصوا شفت الكفر ماسك ازاي، ما فكش مني. دي اهم خطوه، انك انت تضغطي جامد وتسيبيها في الفريزر شويه، وبعد كده ايه، تقليها تاني. بصوا والله، بصي شوفوا شكلها تحفه ازاي. بسم الله ما شاء الله، والله جميله. اعتمدوا بس الوصفه وهتدعولي. الله، ما تنسوش يا جماعه تصلوا على النبي في الكومنتات، اهم حاجه، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. فانتوا بصي هي في واحده باظت مني كده باظت مني كده، بس حلو والله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.